Tu emppinou, ele pei, ficou de quatro e ele pei. Empinou, ele pei, ficou de quatro e ele pei. لقيت مراتي كتخوني وكتدخل صاحبها الدار اللي كانت كتعرفو قبل من الزوجه. مرحبا بكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال. جيتكم اليوم بفيديو جديد وقصه جديده، قصه كيعاود لنا واحد السيد على الخيانه الزوجيه. صاحب القصه يقول: انا عبد المجيد، عندي حاليا 40 عام. المهم دخلت في الربعينات، انا شيفور. بديت هاد الحرفه ملي كانت عندي 25 سنه، حرفه اللي صعيبه بزاف. والشوفريه كبار كيعرفوا المصاعب اللي كنواجهوها، فيها بزاف ديال المتعه بالنسبه اللي كيعشقها، ولكن فيها مغامره كبيره. كيف كاع الشوافريه كان عزيز عليا الزهو والنشاط، وحتى الجنس اللطيف كان موت عليه. هاد الخدمه جمعت منها فلوس صراحه صحيحه، ما كذبش عليكم، حيت كنت عاطيها كاع الوقت. كنت متفرغه للخدمه ديالي، فين ما كان كيعيط عليا شي حد كيلقاني الباترون ديما ديسبونيبل. وكنت انا من الاصل ديالي من الجنوب، كنت كنطلع حتى لطنجه. فاش كنجي راجع كنستغل الفرصه كنجيب معايا شي حاجه، كنشد فيها 500 درهم 600 درهم 1000 درهم، وهذا الشيء بلا اخبار الباترون. كنت كنعرف واحد الدريه الصراحه الله يعمرها ضاحت، دوزت معها تقريبا شي 4 سنين وانا مجرجرها. كاين غير الميساجات ديال الحب والخروج والدوران والتصاور دوزتها انا وياها. صافي واحد شويه انا نقلب عليها، ما قلت ليها لا طابت ولا تحرقت، غير درتها وقلبت وجهي. صافي مليت منها، ما نكذبش عليكم، خيب في الناس. دازوا الايام، صافي جات واحد الوقيته حسيت بلي صافي خصني ندير وليداتي حتى انا، خصني ندير داري ونجمع راسي. وفعلا داكشي اللي كان. هذاك الوقيته اللي قررت انني نتزوج كنت حاطه عيني على واحد البنت صراحه واعره، وكلتها كي دايره وتيتيزه الشعر كي داير، صراحه حمقاتني. راه ملي شفتها قلت لها خاطري منك الخلاق. وانا كنت كنضرب شي حطاس فاش كنتلاقى معاها، كان كري واحد الطوموبيل المهم تهليت فيها بيبيان، غير قلت لها بنت الناس راه بغيتك المعقول، قالت لي مرحبا. صافي مشيت صراحه خطبتها، والدها ما صراحه ما عكسوش فينا. درنا العرس، تعاوننا انا وبا العرس، درنا عرس صراحه مهيب، عرضت على كاع صحاباتها وبنات الجيران وبنات العائله. انا صراحه عائله شي حاجه قليله وصافي اللي عيطت عليهم. دوزنا العرس، شهر العسل دوزنا تقريبا كنت من خدمه واحد 10 ايام، عطيتها ليها. كليت واحد الطوموبيل، سافرنا درنا ضحكنا لعبنا تصورنا، دوزنا واحد 10 ايام فوق السيرك. جا الوقت اللي غادي نمشي للخدمه، بقات كتبكي وتخنن كيفاش انا غتخليني بوحدي وعطاتيني غير 10 ايام وكذا وكذا. صافي بكيت معاها، قلت لها راه شهرين وانا معاها، وانا اصلا كليت ليها في المدينه اللي فيها دارهم، باش وقت اللي انا نمشي نسافر على حساب الخدمه تكون هي حدا دارهم، منها يردوا ليها البال، منها يونسوها وتونسهم. فعلا مشيت شهرين ورجعت عاوتاني، جيت لقيت السيده هاهي في الدار ولقيه ماتلتي في الوقت، هلات فيا عاوتاني، دوزت معها عاوتاني غير 15 يوم ورجعت عاوتاني للخدمة. المرة الثانية فاش رجعت عاوتاني لداري، صراحة درت عليها مفاجأة ما علمتهاش. جيت فتحت الدار ما لقيتهاش في الدار، لقيت الدار مقلوبة مرولة، الكوزينة حالتها حالة، وكنلقى 2 كيسان، لقيت طاجين كبير يعني بلاصتو مطيبة فيه واكلة فيه، ولكن كيبان لي بلي واكلين فيه كتر من واحد. صافي بقيت جالس كنتسناها، ما صونيت عليها ما والو، بقيت جالس كنتسناها. جات دارت سيرت في الباب، انا الخطا اللي درت خليت السيروت ديال الباب في الباب من الداخل. فاش جات هي دخلت السيروت عرفت بني انا كاين في الدار، يعني عاقت. صافي دقات فتحت ليها الباب، غير شافتني وعنقاتني وبقات كتبوس حبيبي توحشتك وعلاش ما فيهاش ليا، كتقولها وكتعاودها. المهم دات فيها بحالها، كتهز واحد شي 2 سكان كبار ديال التقضيه ودخلت. فاش سولتها علاش الدار بحال هكا، علاش الدنيا مرونه، وعلاش طاجين كبير، قالت لي راه كيجوني صحاباتي كيونسوني، ودابا راك كنت خارجه مع واحد بنت صاحبتي تقدينا شي حاجه ودزنا للسوق عاوتاني تقديت للدار. وحيت انا كنبغي بوحدي داكشي كنعيط لهم، بعض المرات كيجوني مالين للدار وراك عارف. صافي انا دوزتها بجريمه الماء، واخا بيني وبينكم بقيت شاك وبقات خاطري شاكه بان راه كاين شي حاجه. صافي بقيت معاها عاوتاني 10 ايام وسافرت. دابا المشكل انه هذيك الدار اللي كاريين ماشي غير دار بوحدها، دار وحده كاينين 3 ديال الديور في دار وحده، وعندهم واحد الباب مشروك، الباب الكبير الاول مشروك، وهذوك الديور الاخرين
ساكنين فيهم يعني العيالات ديالهم موظفات كيخدموا وباكن غير الصغار، يعني حتى الدراري الصغار ما كاينينش الولاد. المهم ما علينا. هو في الحقيقه حنا الشوافريه واكلين شويه الدق، مع احترامي لعيالات الشوافريه وعيالات العسكر وعيالات البحاره، هادو مساكن واكلين العصا شويه. يا والله يحسن لهم. بحكم الخدمه ديالي انا كنت كنمشي لبرا، وكنت كنعرف مغاربه عايشين برا، كنعرف شي وحدين خاطرين في الخدمه وخاطرين في الحياه، كيشوف بلاد من عينيه من كلامه كيعطيك بلانو، كيقول لك هاد السيد واش كاين منه ولا ما كاينش. وانا كنت كنعرف واحد بحال هكا داير تبارك الله، خدام وبتراهو وباين عليه خيرو ومهلي في راسو، مطلق 2 مرات، الدوجه في الحياه مزيان. واحد النهار قلت مع راسي غادي نتشاور معاه في هذا المشكل اللي وقع ليا، ولكن بطريقه غير مباشره. جيت وقلت ليه فلان، واحد صاحبي مسكين كيعاود ليا على مراتو هي ظريفه، قال لي شوف فلان هادشي اللي كتقول دابا راه واقع لك انت، غير عاود لي وسرك كبير وما يكون على الخير. جيت حتى انا نيشان عاودت ليه لافير اللي وقع ليا مع مراتي فاش مشيت. قال لي شوف واش كاين حداكم شي حانوت؟ قلت ليه كاين. قال لي شكون اللي خدام فيه؟ كتعرف نسيت اللي خدام فيه؟ قال لي يا ودي. قلت له يا ودي انا كنت كنت عنده زعما واحد الشكله عمرها دار وباينه فيه زعما مزيان، غير من التعامل معاه كيفاش كيبيع ويشري معقول. قال لي مزيان داكشي اللي بغينا، دابا انت غير ارتاح مع راسك وخدم على خاطرك، فاش ترجع لدارك سير عند هاد مول الحانوت وصوني عليا باش انا نتكلم معاه. فعلا داكشي اللي كان. مشيت انا لداري ما عجبتش المراه عاوتاني، درت عليها مفاجأة. هاد المرة كيتصاف الدار وركات الدار نقية بحيلة تعلمات من الضربة الأولى. ما علينا. مشيت عند هذاك مول الحانوت، تقضيت عنده مزيان، تقضيت نيت وانا نصوني على صاحبي. قلت ليه انا راه عند مول الحانوت. قال لي دوزوا ليا. فعلا دوزتو ليه، بقاو كيهضروا بالشلحه، انا وبيني وبينكم ما كنفهم بالشلحه، كنشوف غير مول الحانوت مرة يضحك مرة يكها مرة، المهم في الاخر ضحك حتى ظهر عينيه. صافي ورد لي التليفون، تكلمت انا مع صاحبي قال لي شوف عطيه 50 درهم وعطيه نمرة التليفون ديالك وتهنى. داكشي اللي كان، عطيته النمرة، عطيته 50 درهم وما سولتش اشنو كاين. مشيت لداري، دوز داك المده اللي كانت عندي عادي بخير. مشيت للخدمه ما كامله حتى 2 جوغ، نهارين صونا ليا هذاك مول الحانوت. قال لي ودي راه كاين واحد البرهوش راه شحال هادي وانا كنشوفو كيدخل لهاديك الدار، ولكن بيني وبينك ما كنتش عارف واش كاري تما واش من عائله شي حد من دوك اللي كاريين، لان الدار فيها 3 ديوا، ولكن هاد السيد ما عمرو تقطع عندي شي حاجه، مع اني انا اقرب حانوت لهاديك الدار. اولا ما عمرو تقطع عندي، ثانيا كنشوفو غير شي وقيتات، كنشوفها غير ورا العصر قبل العصر، الوقت اللي كنبغي انا نفتح الحانوت او لما كنبغي نسد الحانوت عاد كنشوفو جاي، ولكن صراحه ما عرفتش شكون. ولكن باينه واش السيد فراس فريجينا. كيواتيش غادي دير دابا طحا لي الدار وقول لي امتى خرج. انا هذيك الساعه سوليت على المدام قلت لها شوفي نسيت شي وراق وانا راجع دابا راه قريب انا للدار، قريب ندخل للدار، نسيت شي وراق ضروري خاصني نديهم. شويه ويصوني ليا مول الحانوت قال لي راه السيد خرج دابا وخرج كيجري وتالف حتى حوايجو مقادينش. قلت ليه صافي الله يرحم لك الوالدين، كملتها في خاطري مزيان، وهذيك الليله بكيت حتى شبعت، ولكن شديت في راسي. صونا لي هذاك صاحبي في هذيك الوقيته لقاني في واحد الحاله خايبه وبقى كيهتني لانه هو ديجا عايش تجارب بحال هادو. قال لي داكشي عادي ما يبقاش فيك الحال، كيف ما كان الحال انت راجل. صافي قال لي عرفتي شنو، انت ما غاديش تبقى عايش في هذه النزاله، نسق مع البوليس وقولها للبوليس ونسق بين البوليس مع مول الحانوت وخليهم هما يتولاو الامر وخرج انت من هاد الجله. فعلا داكشي اللي درت، قلتها لمول الحانوت خلاه حتى دخل بروشي الدار، عيط للبوليس جاو بقاو متلبسين، هزوا الزماكان لداوهم. انا ما نكذبش عليكم اضطرت تأزمت نفسيا بزاف وما رضيتش وحتى ماديا، ولكن ماشي مشكل الحمد لله اللي تفكيت منها. هي كانت تدخل صاحبها اللي كان كيخدم معاها في لافاك، كانت كتموت عليه وكان كيموت عليها، ولكن هو فينيو وما كيبغيش يخدم. بقى مراتي انا كتصرف عليه وانا كنصرف عليهم بجوج.
دازت مدة وانا ما كنحملش جنس البنات، كرهت العيالات. وعرفت شكون اللي طاح في بالي؟ هذيك البنت اللي ضحكت عليها مدة وبكات معاها مدة وموعدها بالزواج وموعدها الحياة الزوينة، وفي الاخر مشيت وخليتها بدون سابق انذار. سبحان الله هي اللي بقات كدور ليا في راسي، وجاب لي الله ديال الله عاقبني بهذا الشيء على حساب هذيك البنت. وفعلا قلبت عليها، قلبت حتى عييت، لان هي غير عرفتني تزوجت هبرات من المدينه اللي كنا فيها. صافي لقيتها في واحد المدينه خدامه مسكينه في واحد الوزين خدامه على راسها، باقا بنت ما تزوجات، ولكن تكرفصات بزاف وخيابت ودبارت، ولكن تما راه هي هذيك. على الخوت كانت عندي واحد الفكره واكتشفت بانها فكره غلط. كانت عندي فكره ان البنت اللي نتصاحب معاها ما تصلحش للزواج، ولكن تبين لي العكس. راه بنت الناس كتبقى بنت الناس، وكنتي نصاحب معها وكنتي مزوج بها. المهم انا فاش لقيت هذيك البنت حاولت نرجع العلاقه. الصراحه هي في الاول ما بغاتش ولقيتها اصلا بارده من جهتي، وهذا امر طبيعي. بقيت معها ودرت المستحيل، ما استسلمتش، درت معها دي جيست زوينين والحمد لله رجعنا علاقتنا وتزوجت بها. وخا كان في الاول صعيب شويه الحال لان هي تبدلات، ولكن بقيت معها وتهليت فيها حتى ولات الحمد لله بحال الوريضه. وخا كانت انا بالنسبه لي صعيبه لانني عشت واحد التجربه ديال الخيانه صعيبه بزاف، وحتى هي كان صعيب عليها لان كانت متردده وكانت خايفه انني نعاود نهضرها نخليها لان ديجا خليتها. ولكن الحمد لله ربي عاوننا، ودابا هي حامله وجاينا وليات في الطريق وطلعت بنت الناس بمعنى الكلمه صراحه. وصدق من قال ان لم تتزوج حبيبتك ستتزوج حبيبه غيرك. هي دي اللي وقعت معايا. شكرا لكم بزاف اصدقائي لحقاش وصلتوا حتى لهنا، يعني تستمتعوا بالقصه كلها. نتمنى انها تكون راقت لكم، والمزيد من القصص المزيد من الحكايات الواعره. خليكم دائما وفي القناه. شكرا بزاف على المتابعه، مع السلامه.